السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الغاليين، طلاب الصف الثاني الثانوي، علمي وأدبي، بكالوريا وثانوية عامة. معاكم مستر عبد الرحمن رضا، مدرس التاريخ والجغرافيا للثانوية العامة والدراسات للمراحل الإعدادية. معانا النهاردة أول درس في منهجنا في الوحدة الأولى، درس حضارات شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. طيب قبل ما نبدأ عايزين نعرف كام حاجة كده. عايزين نعرف إن المنهج بتاعنا كله بشكل كامل بيتكلم عن التاريخ الإسلامي بشكل أصح. تمام. طيب عاوز تعرفنا ايه يا مستر؟ عاوز اعرفك يا حبيبي الدنيا كانت ماشية ازاي في شبه الجزيرة العربية، المنطقة اللي ظهر فيها الاسلام قبل ما الاسلام يجي فيها اصلا. يعني ايه يا مستر الدنيا كانت ماشية ازاي؟ اقول لك الممالك اللي كانت موجودة ايه، الناس هناك كانت بتعمل ايه في حياتها، كانوا بيشتغلوا ازاي، كانوا بيعبدوا ايه، كانت حياتهم الاجتماعية ماشية ازاي. الكلام ده كله عايزين نعرفه في اول حصة او اول درس معانا. طيب ليه يا مستر عايزين نعرفه او ليه بناخده؟ طب ما نخش في الاسلام على طول. اقول لك لا، لازم تعرف الدنيا كانت ماشية ازاي قبل ما يجي الاسلام عشان تعرف الاسلام غير في المنطقة دي ايه لما ظهر فيه. طيب اول حاجة معانا عايزين نعرف ان في شبه الجزيرة العربية كان في عرب عادي، والعرب دمت أمة سامية من نسل سام ابن سيدنا نوح. طيب جميل قوي. العرب دمت يا مستر بقى عملوا ايه ولا كانوا عايشين فين؟ اقول لك يا باشا، كانوا عايشين في 3 حتت، في اليمن وفي الشام وفي العراق. طيب يا مستر، هما اول ما عاشوا فين؟ اقول لك يا باشا، اول ما عاشوا هنا في اليمن. طيب ايه يا مستر الممالك اللي كانت موجوده في اليمن؟ ما احنا عندنا 3 بلاد، بلاد اليمن وبلاد الشام وبلاد العراق. كل واحده من دول كانت بتتقسم لممالك. يعني نبدا باليمن. اليمن بتاعتنا كانت موجوده في الجنوب، كان فيها 3 حاجات او فيها 3 ممالك: سبأ ومعين وحمية. تمام يا مستر، عايزين نعرف كل حاجه عن الحاجات دي. اقول لك تعالى معايا. اول حاجه معانا ممالك جنوب شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام، والممالك دي كلها سقطت قبل ما الاسلام يجي. يعني الحاجات دي كلها انتهت، او الممالك دي كلها انتهت قبل ما الاسلام يظهر اصلا. طب انتهت ازاي؟ اقول لك تعالى بس معايا ايه، نعرف كل واحده فيهم بتتكلم عن ايه. اول مملكه معانا هي مملكه معين. طب عايز تعرفني ايه يا مستر عن مملكه معين دي؟ عايز تعرف عنها حاجتين: موقعها وعاصمتها. طب موقعها دي اللي هو كان فين؟ قال لك في منطقه الجوف باليمن. منطقه الايه؟ منطقه الجوف باليمن. حلو حلو. تاني مملكة معانا هي مملكة سبأ. موقعها فين يا مستر؟ موقعها جنوب غرب اليمن. طب عاصمتها ايه؟ عاصمتها مدينة مأرب. طب وأشهر ملوكها يا مستر؟ قال لك الملكة بلقيس. ونركز جامد قوي يا جماعة في ايه؟ في مملكة سبأ دي، لأن عايزين نعرف فيها حاجة أو حصل فيها حاجة غيرت النظام العام في شبه الجزيرة العربية قبل ما الإسلام يظهر. ايه اللي حصل فيها يا مستر؟ هقول لك يا باشا، سبأ دي كان يعتبر جنة الأرض، كان فيها زرع وانهار وبحار ودنيتها جميله قوي، كانت بتسمى بجنه الارض. طب ايه اللي حصل فيها؟ اقول لك يا باشا، على اول البلد كان في سد، اسمه سد ايه؟ اسمه سد مأرب. سد مأرب ده ايه اللي حصل له؟ سد مأرب ده انهار، اتهدم، فبالتالي الميه اللي كان حيشها السد دخلت المدينه، دمرت كل حاجه في المدينه. الزرع اللي احنا اتكلمنا عليه والبيوت اللي كانت موجوده كل ده انهار. طب يا مستر ايه اللي حصل بعد كده؟ اقول لك يا باشا، الناس اللي كانوا عايشين هنا، الناس اللي كانوا عايشين في سبأ هاجروا، بدأوا يهاجروا من اليمن عامة. ما هو السد ده لما انهار بوظ اليمن كلها. إن الناس بدأت تهاجر لمنطقتين: منطقة الحجاز اللي هي فيها مكة ويثرب، ومنطقة الشام اللي فيها الأنباط والغساسنة وتدمر. تدمر والأنباط دول اتهدموا، راحوا في داهية قبل برضه ظهور الإسلام. طيب احنا عايزين نركز في الشام على حاجة واحدة بس، الغساسنة، الكلام فيها كتير قوي. وفي العراق عايزين نركز برضه على الحيرة، الكلام برضه فيها كتير قوي. طيب يا مستر بعد كده عندنا ايه؟ بعد ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية بقى عندنا حاجة اسمها مدن غرب شبه الجزيرة العربية برضه قبل ظهور الإسلام. ايه يا مستر المدن اللي عندنا؟ قال لك يا باشا عندك مدينتين: مكة المكرمة ويثرب اللي هي المدينة المنورة. تمام قوي. تمام. عايز تعرفني ايه يا مستر عن الاتنين دول؟ عايز اعرفك اول حاجة ان نرجع تاني كده مع بعض. شبه الجزيرة العربية دي يا جماعة، شبه الجزيرة العربية دي يا جماعة زي ما انتوا شايفين اللون الاصفر ده كله كان 3/4 صحراء. والصحراء دي اثرت علينا في حاجات كتير قوي، اهمهم النشاط الاقتصادي بتاعنا. الناس بتشتغل ايه؟ ما هي الصحراء تأثر عليك في شغلك. انت لو عايش في صحراء دلوقتي هينفع تزرع؟ تقول لي لا والله يا مستر. طب هينفع تعمل ايه؟ اكتر حاجه ممكن تعرف تعملها في الصحراء دي هي حرفه الرعي، والكلام ده نعرفه في الجزء بتاع الحياه الاقتصاديه. طيب
قلت لي يا مستر مكه كانت ايه؟ عايز تقول اعرفك اول حاجه عن مكه ان هي كانت عايز اعرفك عن مكه ان هي كانت صحراويه. مكه دي كانت صحراويه، وركز فيها قوي عشان عايزين نفرق بين مكه ويثرب في النقطه دي. هما مكه ويثرب يعتبر شبه بعض في الجزء الاقتصادي بس. طيب هنعرف ده مع الوقت. مكه يا مستر عايز تعرفنا عنها ايه؟ اقول لك يا باشا مكه كان ليها اهميتين. اهميه دينيه لان كان فيها الكعبه، واهميه اقتصاديه لان هي كانت بتعمل حاجات كتير قوي. اهمها ان هي كانت بتشرف على طرق القوافل التجاريه بين الشام واليمن. اللي جاي من فوق بيعدي عليها، واللي جاي من تحت بيعدي عليها. اللي جاي معانا من اليمن بيطلع بيعدي على مكة، واللي جاي من الشام برضو بيعدي على مكة، فبتشرف على الطريقين دول. طيب عايز تعرفني عنها ايه تاني يا مستر؟ عايز اعرفك عنها اللي هي كانت بتعمل رحلتين، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. طب في الصيف يا مستر كان بيروحوا فين؟ كانوا بيروحوا الشام. طب يا مستر وفي الشتاء كانوا بيروحوا فين؟ كانوا بيروحوا اليمن يا باشا. تاني، يبقى مكة لها أهميتين، أهمية دينية وأهمية اقتصادية. طيب عايز تعرفني يا مستر عن الأهمية الدينية؟ أقول لك يا باشا مكة كان فيها الكعبة. مستر سؤال، هو إزاي مكة كان فيها الكعبة وأنت قلت لنا إحنا هنتكلم بشكل عام عن المنطقة دي قبل ظهور الإسلام؟ أقول لك يا حبيبي الكعبة موجودة من أيام سيدنا إبراهيم، هو اللي بنيها. حلو الكلام. والإسلام ظهر على إيد سيدنا محمد وهو عنده 40 سنة. حلو حلو. طب يا مستر ازاي الكعبة موجودة وكان ليها أهمية دينية؟ معنى كده الناس كانت بتروحها. أقول لك يا باشا اللي كانوا بيروحوا هناك، اللي كان بيروح هناك كان بياخد الأصنام بتاعته وبيحطها عند الكعبة وبيلف حواليها، بدل ما يقول لبيك اللهم لبيك زي ما احنا بنقول، كان بينطق اسم الصنم اللي ايه اللي موجود عنده. طيب عرفنا كده احنا كل حاجة عن مكة. إن أشهر قبيلة كمان قبيلة قريش، دي أهم حاجة برضو، حاجة مهمة جدا. طب عايز تعرفنا عن ايه عن يثرب يا مستر؟ اول حاجه تبقى عارف ان يثرب دي بينك وبين نفسك كده ان هي المدينه المنوره. يثرب المدينه الايه؟ يثرب المدينه المنوره. طيب تقع فين يا مستر يثرب؟ قال لك في شمال مكه. شمال مكه يعني فوق مكه. موقعها على الخريطه، تعالى كده معايا. موقع يثرب على الخريطه اهي، فوق مكه. فوق فين؟ فوق مكه. طيب اهميتها الاقتصاديه ايه يا مستر؟ نفس الكلام. مش في مكه كانوا بيشرفوا على طريق القوافل؟ نفس الكلام برضه بيشرفوا على طريق القوافل بين مكه واليمن والشام. نفس المكان ما هي جنبها، نفس المكان ما هي جنبها. طب يا مستر انا عايز افرق بين الاتنين دلوقتي. اقول لك يا باشا احنا قلنا ان مكه صحراويه ويثرب ايه؟ واحة زراعيه. يعني دي كان فيها زراعه واللي فوق ما فيهاش زراعه. مكه ما فيهاش زراعه ويثرب كان فيها زراعه. لازم نفرق بين الحته دي كويس قوي. طيب ايه يا مستر؟ احنا عرفنا ان اللي سكن مكه قبائل، اسمين ضمنهم قبيله قريش كانت اشهرهم. طب ايه القبائل برضو اللي سكنت يثرب؟ اقول لك قبيلتي الاوس والخزرج الذين هاجروا اليها بعد انهيار سد مأرب. فاكرين سد مأرب اللي احنا لسه قايلينه من شويه؟ لما اتهد الناس طلعت من اليمن وراحت اماكن متفرقه في شبه الجزيره العربيه. اقول لك دول الاوس والخزرج، دول جزء من الناس دي. طيب بعد كده عندنا ممالك شمال شبه الجزيره العربيه. ممالك شمال ايه يا باشا؟ ممالك شمال شبه الجزيره العربيه. قبل ما نخش فيها لازم نعرف موقعهم. دي احنا قلنا عايزين نعرف اهم حاجه عن الممالك دي. ممالك الشام اللي هي تدمر والغساسنه والانباط، وممالك العراق برضو اللي كانت في الشام اللي هي ايه؟ الحيره. احنا عارفين او احنا قلنا ان احنا اهم مملكتين فيهم الغساسنه والحيره. اهم مملكتين ايه يا باشا؟ الغساسنه والحيره. طيب يا مستر قبل انت قلت لي دلوقتي قبل ما ناخدهم لازم نعرف موقعهم على الخريطه، ليه؟ اقول لك يا باشا عشان الحيره كان جنبها دوله الايه؟ دوله الفرس. والغساسنه كان جنبها دوله الايه؟ دوله الروم. طب يا مستر ماشي، ايه المشكله في كده؟ اقول لك يا باشا بالراحه. ممالك شمال شبه الجزيره العربيه موقعهم الجغرافي اللي هم واقعين في الشمال جنب الفرس وجنب الروم، ده اثر عليهم في حاجات كتير قوي. اولا اتعلموا منهم حاجات كتير ودي حاجات احنا هنعرفها، بس تبقى عارف ان موقعهم الجغرافي هم اللي خلاهم ياخدوا منهم حاجات كتير قوي. تمام كده؟ تمام كده. طيب نرجع بقى ليهم تاني. ممالك شمال شبه الجزيره العربيه، قال لك في الشام يا باشا عندك غساسنه، عندك تدمر، عندك الانباط. مش عايزين الانباط في حاجه ولا عايزين تدمر في حاجه، اهم حاجه عندنا هي الغساسنه. وفي الحيره اللي هي في العراق. طيب نبدا بالغساسنه. عايز تعرفني ايه عن الغساسنه يا مستر؟ اقول لك يا باشا ان اصل المملكه دي او اللي عمل المملكه دي هم قبائل من اللي هاجروا من اليمن بعد انهيار سد مأرب.
الناس اللي طلعت من اليمن اللي احنا اتكلمنا عليهم راحوا الشمال، عملوا مملكه اسمها ايه؟ الغساسنه. طيب يا مستر انت قلت لي ان في قبيله راحت المدينه اسمهم الاوس والخزرج. طيب الناس اللي راحت الغساسنه دول اسمهم ايه؟ اقول لك يا باشا اسمهم الازد، قبائل الازد. قبائل الازد دول طلعوا من اليمن، راحوا الايه؟ راحوا الشام، عملوا مملكه الغساسنه. يبقى اول ناس اسست مملكه الغساسنه هم قبيله الازد، اللي هم اصلا جايين منين؟ جايين من اليمن. طب جايين من اليمن ليه؟ بعد انهيار سد مأرب. هو سد مأرب دوت بعد لما انهار بوظ الدنيا كلها هناك، فانا طبيعي مش هفضل قاعد هناك والدنيا عندي بايظه. فالناس بدات تطلع تروح حتت مختلفه، من ضمنهم اللي راح الحجاز خاصه في يثرب، واللي راح الشمال خاصه فين؟ في الغساسنه. طب يا مستر عايز تعرفني ايه تاني على الغساسنة؟ عايز اعرفك ان تعددت العواصم وانتهت في الاخر الى الجابية في الجولان. الجولان دي اللي هي فين؟ في سوريا. في سوريا، الجولان دي اللي هي في سوريا. طبعا الكلام ده كله مش مهم، اهم حاجة عايزك تعرفها ان مملكة الغساسنة كان عندها قائد. القائد ده سبب رئيسي في انهيار المدينة دي او انهيار المملكة دي، او ما انهارتش قوي، سبب رئيسي في اللي هو ضمها للاسلام، او ان الاسلام او المسلمين ياخدوا ايه؟ مملكه الغساسنه. طب يا مستر هو عمل ايه؟ اقول لك يا باشا، القائد بتاعها اللي هو كان اسمه ايه؟ جبلة بن الايهم. عملها جمله دوت عمل حاجه وحشه جدا. تعالى كده نرجع مع بعض للخريطه. احنا قلنا الغساسنه كان جنب الروم، حلو الكلام. المعلم ده كان بيعشق حاجه اسمها روم، وكان ماشي وراهم في اي حاجه يقولها له، يمين يمين شمال شمال. طيب يا مستر ايه المشكله في كده؟ هقول لك يا باشا، احنا عارفين لما الاسلام جه كان اكبر او اكتر المشاكل اللي كانوا بيواجهها في الفتوحات بتاعتهم من الروم ومن الفرس. فانا دلوقتي لما جيت وعايز اتوسع وعايز اخش الروم هيقفوا لي. طب مين بقى اللي بيساند الروم؟ قائد الغساسنه اللي هو جبلة ابن الايهم. عمل ايه يا باشا؟ قال لك واقف للمسلمين ايه؟ مع الروم، واقف مع الروم ضد المسلمين. قال لهم ما انتوش داخلينها. فبالتالي المسلمين راحوا داخلين الغساسنه قاتلينه وواخدينها منه. فبالتالي اصبحت الغساسنه ايه يا باشا؟ اصبحت دولة اسلامية بسبب قائدها جبلة بن الايهم. طيب تعالى معايا على الجزئية اللي بعد كده، مملكة الحيرة اللي هي في العراق. ايه يا مستر عايز تعرفني عنها ايه؟ عايز اعرفك يا باشا ان هي نشأت في القرن الثالث الميلادي نتيجة برضه هجرة القبائل اليمنية اليها. برضه يعني الناس اللي طلعت من اليمن برضه عملت الحيرة، برضه عملت الايه؟ عملت الحيرة. يبقى كده اجدد دولتين عندنا في شبه الجزيرة العربية كلها الغساسنة والحيرة. الناس اللي طلعت من اليمن عملت مملكتين، مملكة الحيرة ومملكة الايه؟ الغساسنة. طيب عاصمتها يا مستر؟ عاصمتها الحيرة، هي اسمها الحيرة وعاصمتها الحيرة. طب تقع فين؟ قال لك تقع جنوب الكوفة غرب نهر الفرات. تقع جنوب الكوفة غرب نهر الفرات. طب يا مستر الحتة دي مهمة جدا. تعالى نبص على الحيرة كده يا باشا مع بعض. الحيرة اهي، ودولة الفرس اهي، ونهر الفرات اهو. يعني هو قاعد جنب دولة الفرس وبتطل على نهر اسمه نهر الفرات. هل معنى كده ان هي دولة صحراوية؟ لا، دولة واقعة على نهر. طبيعي جدا طبيعي جدا يكون فيها زراعة ويكون فيها صناعة ويكون فيها كل حاجة. ايه يا مستر اللي حصل بقى؟ اقول لك اللي حصل في الفرس في الحيرة نفس اللي حصل مع الغساسنة. القائد بتاعهم كان اسمه النعمان بن المنذر. النعمان ده عمل ايه؟ عمل نفس اللي عمله جبلة ده، نفس اللي عمله بالظبط. ايه يا مستر اللي عمله؟ اقول لك يا باشا، المسلمين كانوا رايحين ياخدوا الفرس، والمعلم ده برضو كان بيساند الفرس، كان دلدول عنده. ايه اللي حصل يا مستر؟ وقف للمسلمين، فالمسلمين راحوا واخدين الدولة بتاعته. سهلة وبسيطة، سهلة وبسيطة. تعالى بعد كده على ايه؟ مظاهر الحضارة في شبه الجزيرة العربية. عايزين نعرف، احنا دلوقتي عرفنا المدن والممالك اللي كانت موجودة ايه. حلو حلو. عايزين بقى نعرف الناس دي كانت بتعمل ايه في حياتها. عايزين نعرف الناس دي كانت بتشتغل ايه، بتعمل ايه، النظام بتاعهم كان عامل ازاي، بيحكموا ازاي. عايزين نعرف كل حاجة. حلو حلو. هنبدأ بالحياة السياسية. قال لك يا باشا في الحياة السياسية انقسمت عندنا لجزئين او لايه؟ لطريقتين كانوا بيحكموا بيهم، الطريقة القبلية او النظام القبلي والنظام الشبه الملكي. حلو حلو. طب يا مستر ايه النظام القبلي دوت؟ قال لك يا باشا المدينة او المملكة كانت بتتقسم لعدة اجزاء. حلو حلو. كل جزء له قبيلة، قبائل كتير يعني في المدينة او المملكة، وكل قبيلة بيربطها الدم والنسب، قرايب ومتجوزين من بعض. حلو. وكل قبيلة ليها الفكر بتاعها، ليها الدماغ بتاعتها. طب ازاي يا مستر كل قبيلة
لا الفكر بتاعها. هقول لك يا باشا دلوقتي انت مثلا عايز تعمل الحاجه الفلانيه في الحته دي، حلو، الحاجه الفلانيه دي صح او غلط انا هعملها. انا ماشي تبع القبيله بتاعتي، القبيله بتاعتي بتقول صح يبقى صح، والقبيله بتاعتي بتقول غلط يبقى غلط. وحتى لو قالت صح وهو غلط هعملها برضه. فعندهم حاجه اسمها عصبيه قبليه. العصبيه القبليه ديت انا منحاز للقبيله بتاعتي، هعمل اللي هي بتقول لي عليه، صح صح غلط غلط هعمله، حتى لو غلط انا هعمله. حلو حلو. طب الكلام ده هيؤدي لحاجه، الكلام ده هيؤدي لحاجه طبعا هنعرفها دلوقتي. بس عايزين نعرف اول حاجه النظام القبلي دوت كان بيتقسم لايه. كان بيتقسم لجزئين يا باشا، شيخ القبيله ومجلس القبيله. طب عايز تعرفني عن شيخ القبيله يا مستر؟ هقول لك يا راجل، شيخ القبيله دوت كان بيعمل 4 حاجات: يقود المعارك، يستقبل الوفود، يفصل في المنازعات، يعقد المعاهدات. لا لا لا، هو بيعمل كل حاجه؟ اقول لك اه بيعمل كل حاجه. طب ده معناه ايه يا مستر؟ معناه ان ما كانش فيه فصل في السلطات. هو لما واحد يعمل كل حاجة معنى كده ان هيكون في فصل في السلطات في المدينة ديت او في المملكة ديت؟ هقول لك لا، هو بيعمل كل حاجة يا باشا، بيقود المعارك ويستقبل الوفود ويعمل معاهدات ويفصل في منازعات. لا لا، ده بيعمل كل حاجة، ده مفيش حد شغال غيره. اقول لك اه. طيب ايه تاني جزئية معانا؟ هي مجلس القبيلة. قال لك يا باشا مجلس القبيلة دوت بيضم زعماء القبائل وكبار مشايخ. وايه كان يا مستر؟ قال لك الناس دي بتتولى مهام شؤون القبيلة مثل مهام دار الندوة. مهام ايه؟ مهام دار الندوة. طيب مش مهم الحتة دي، عامة ما بيجيبش فيها اسئلة كتير في الامتحان. طيب من شوية احنا قلنا ان كل قبيلة كان ليها الفكر بتاعها وكانت بتعمل اللي بيجي على هواها، سواء صح ولا غلط هي كانت بتعمله. طيب احنا قلنا ان كان فيها كذا قبيلة. انت دلوقتي عايز تعمل حاجة، حلو، الحاجة دي صح او غلط انا هعملها، والقبيلة اللي جنبك عايز تعمل حاجة تانية غيرك، صح او غلط برضه هتعملها. ما كانش في دماغ، ما كانش في حاجه اسمها حل ودي والكلام ده، لا لا لا، كان في حاجه اسمها عصبيه قبليه. اللي القبيله بتاعتي تقوله انا هعمله. طب يا مستر الكلام ده كان بيؤدي لايه؟ قال لك يا باشا كان بيؤدي لحروب بين القبائل. حروب بين القبائل، القبائل كانت بتقطع في بعضها. القبائل كانت بتعمل ايه يا باشا؟ كانت بتقطع في بعضها. ازاي يا مستر؟ اقول لك يا باشا، او ليه كانوا بيقطعوا في بعضهم؟ قالوا كانوا بيتخانقوا على حاجات كتير مثل الماء والراعي والاخذ بالثأر اللي هو الطار، شبه الصعيد. حلو. طب اشهر حربين عندنا ايه؟ هي حرب البسوس وحرب الفجار. طب ايه يا مستر حرب البسوس؟ مش عندك في المنهج بس انا اقولها لك. ايه يا مستر حرب البسوس دي؟ قال لك والله يا باشا كان عندنا واحده ست اسمها البسوس. ايه اسمها كده البسوس؟ الجمل بتاعها طلع من عندها ودخل عند قبيله تانية، فواحد من القبيله التانية ديت راح ذبحه، ذبح الجمل. هي تسكت؟ لا ما تسكتش، جابت جوزها، تعال الحق ده ذبح الجمل بتاعي. الجمل ده عندهم كان حاجه كبيره، عامه حاجه زي العربيه كده، فانت تخيل بقى انت تبوظ عربيه واحد او تكسر عربيه واحد تقضي عليه، فكانت حاجه كبيره. دول ضربوا دول ودول قعدوا يضربوا في دول، فضل الموضوع ده 40 سنه لحد ما ظهرت حاجه اسمها الاحلاف هنتكلم عنها دلوقتي. طيب ايه تاني مثال معانا؟ هي حرب الفجار. قال لك والله العظيم كانوا محددين شهور معينه كده في السنه ما ينفعش الحروب فيها، مثلا شهر 7 و8 و9 دول يا جماعه ما ينفعش نتخانق فيهم او نعمل حروب فيهم او تتخانقوا مع بعض فيهم. هم اتخانقوا مع بعض فيهم فعشان كده سموها ايه؟ الحرب الفجار. طيب بعد كده هنخش على الاحلاف. قال لك يا باشا نظام الخناقات والتقطيع في بعض ده مش هينفع يستمر كتير، احنا كده مش هنطور في الدوله. ما احنا لما يبقى فيها دوله، يبقى في دوله والناس اللي فيها عمالين يخبطوا في بعضهم، الدوله كده هتتقدم؟ هتعمل حاجه جديده؟ قلت لي لا. اقول لك طب ايه اللي هيحصل؟ قال لك هنعمل حاجه اسمها الاحلاف. اشهرهم حلف اسمه حلف الفضول. ايه يا مستر حلف الفضول دوت؟ قال لك يا باشا ده حلف قبائل مكه كده اتجمعت مع بعضها فيه، وقالت يا باشا احنا هنقف مع المظلوم على الظالم وهننشر العدل بيننا. طب مين يا مستر اللي شهد على الحلف دوت؟ قال لك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى تاني، حلف الفضول كان بين قبائل مكه. قبائل مكه عملت ايه او قالت ايه في الحلف دوت؟ الحلف ده كان بينص على ايه؟ قال لك يا باشا احنا هنقف مع المظلوم ضد الظالم هننشر العدل بين الايه؟ بيننا كلنا كده. حلو حلو. مين اللي شهد على الحلف دوت؟ سيدنا محمد صلى الله عليه ايه وسلم. طيب ثانيا النظام الشبه الملكي. اتكلمنا عن النظام القبلي وعرفنا عنه كل حاجه، نخش بقى على النظام الثاني. ما احنا قلنا كان في نظامين، نظام قبلي ونظام شبه ملكي. نتكلم عن النظام الشبه الملكي. ايه يا مستر النظام الشبه ملكي دوت وليه ما سموهوش نظام ملكي مثلا؟ هقول لك يا باشا نظام شبه ملكي دوت معناه ان الملك ما كانش بيعمل كل حاجه لوحده، او معناه ان الملك كان بيشاركوا ناس تانية في الحكم. ازاي يا مستر؟ هقول لك تعالى بس نعرف الاول ايه كام حاجه كده عن النظام الشبه الملكي قبل ما ناخد عناصره. عايز تعرفني ايه عن النظام الشبه الملكي يا مستر؟ اقول لك النظام ده كان نظام وراثي وشبه ملكي. كان فين؟ كان في اليمن والغساسنه والحيره، بسبب تأثر، بص بقى الحتة دي، بسبب تأثر بعض هذه الممالك بالنظام السياسي للفرس والروم.
بص تعالى كده، تعالى كده. مش دي الغساسنة اللي احنا قلنا عليها في النظام شبه الملكي؟ مش دي الحيرة اللي احنا قلنا عليها في النظام الشبه الملكي؟ تمام. دول الدولتين اللي احنا قلنا عليهم في النظام الشبه الملكي، صح؟ مع اليمن طبعا. مش انا قلت لك الموقع الجغرافي هيأثر عليها؟ موقعها الجغرافي ان دي واقعة جنب الروم، ودي واقعة جنب الفرس. انا مع دي على طول. بس انا واقفه مع واحد، دي كانها واحد صاحبك مثلا، الفرس دي كانها صاحب الحيره، والروم كانها صاحب الغساسين. انا على طول ماشي مع صاحبي. لا بلاش صاحبي، خليها ابويا، عشان انا كنت تابع دول لي، فخليها ابويا اكبر شويه. انا على طول عايش مع ابويا وبروح وباجي مع ابويا، مش بتعلم منه حاجات. طب ايه الحاجات من ضمن الحاجات اللي انا اتعلمتها؟ يقول لك هي النظام السياسي بتاعه، خدوا منهم النظام شبه الملكي، اتعلموا منه. طب يا مستر دلوقتي انا عرفت ان الموقع الجغرافي للغساسنه والحيره خلاهم يتعلموا النظام شبه الملكي، بس اقول لك لا، ده اتعلموا منهم حاجات كتير قوي هنعرفها دلوقتي قدام. طيب عايز تعرفني ايه تاني عن النظام شبه الملكي يا مستر؟ عايز اعرفك ان هو كان مقسوم لخمس حاجات او خمس عناصر. ايه اهم عنصر فيهم؟ المفروض يعني اللي هو الملك. الملك ده كان بيعمل ايه؟ يتولى اداره الشؤون ويحمي حدود الدوله وحفظ امنها والكلام ده كله. بذمتك انت في ملك بيحمي حدود الدوله ويحفظ الامن؟ ده ملك. الحاجات دي ليها ناسها. حمايه حدودها دي للجيش مثلا، وحفظ الامن دي للحكومه. الحاجات دي ليها ناسها. معنى كده ان الملك كان بيعمل كل حاجه. وكمان هنعرف دلوقتي ان الملك كان بيشاركوا ناس تانية في الحكم، زي مين؟ زي كبار الموظفين. بص كده، يسوع قاعدين والملك في الحكم. عشان كده النظام ده ما تسماش بالنظام الملكي. الملك لما يخش حد يساعده في الحكم، ولا يشور عليه في حاجه، ولا يقول له اعمل حاجه مكانه، ولا يعمل حاجه مكان الملك، ده ملك. فهو نظام شبه ملكي مش ملكي قوي، عشان معروف ان النظام الملكي، الملك هو ليه مهامه لوحده، مهام معينه ومحدش بيتدخل معاه فيها. تمام. بعد كده عايز اعرفك على حكام الاقاليم. بص بقى الكلمه دي، نواب الملك في اداره الاقاليم. الاقاليم دي يعني زي محافظات كده عندنا. المملكه كانت بتقسم لاقاليم، كذا اقليم زي المحافظات عندنا كده. فحكام الاقليم ده كانه المحافظ يعني. تمام. حاكم الاقليم ده كان بيتسمى ايه؟ بيتسمى كبيره. طيب النقطه دي يا مستر انت قلت لي مهمه ليه؟ اقول لك يا باشا، قلت لك ان الناس دي كانوا نواب الملك في الاقاليم، كانوا بيحكموا باسم الملك في الاقاليم، كانوا بيعملوا دور الملك في الاقاليم. حلو. طب انا دلوقتي لما اروح مكان واعمل فيه الدور اللي الملك المفروض يعمله، واحكم فيه باسم الملك، هعمل كده من دماغي، ولا الملك هيكون مديني اذن؟ الملك هيكون مديني ايه؟ اذن، تصريح مثلا، تفويض، بتتسمى حاجات كتير قوي. اللي هو من الاخر الملك كان ايه؟ كان سامح لهم يعملوا الحاجات دي كلها. طيب بعد كده عايز تعرفني ايه مجلس العقل؟ يتبع الملك، يتكون من كبار الاثرياء والموظفين والكهنه. ايه ده يا مستر؟ هو كلهم ناس كبيره كده؟ وانت اتكلمت عن كل الناس في المجتمع لها اهميه، ما اتكلمتش ليه عن الناس العاديه، الطبقه العاديه؟ يقول لك مفيش الكلام ده، مفيش حد بيشارك في الحكم كده زي ناس عاديه زي كده. لا، كل الناس اللي كانت بتشارك في الحكم هي الناس اللي ليها مكانه في المجتمع. طب معنى كده ان في ايه يا مستر؟ معنى كده ان في عنصريه. تمام. واخر حاجه معانا الجيش، يتكون من فرق عسكريه مختلفه للدفاع عن الايه؟ عن المملكه. طبعا دي معروفه، بس ركز معايا في حته فرق عسكريه مختلفه دي. ليه؟ لو قلت لك يا باشا ان كل اقليم كان ليه الجيش بتاعه، يعني مفيش جيش كامل متكامل زينا كده في دوله مصر بيقف على الحدود بيحمي الدوله كلها. لا، ده كل اقليم يعني كل محافظه كان لها الجيش بتاعها، حلو، بيحميها. كل محافظه لها جيشها. مفيش بقى حاجه اسمها ان الجيش يكون واقف كده على الحدود ويحمي البلد جميعها كده، ولا مفيش الكلام ده. كل اقليم كان ليه الجيش بتاعه. تمام. بعد كده يا مستر عايز تعرفني ايه؟ عايز اعرفك بعد كده عن الحياه الدينيه. حلو. طيب ايه يا مستر بقى الحياه الدينيه عندهم كانت ماشيه ازاي في ممالك شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام؟ المنطقه بتاعت شبه الجزيره العربيه ديت قبل ما الاسلام يظهر كانوا بيعملوا ايه؟ اقول لك يا باشا، كانوا ماشيين على طريقتين. جزء منهم وجزء قليل كان بيعبد الديانات السماويه، والجزء الاكبر كان بيعبد العبادات الوضعيه. طب تاني، يبقى جزء كبير منهم كان بيعبد العبادات الوضعيه، وجزء صغير بس اللي كان مؤمن بالديانات السماويه اللي هي ايه؟ الحنيفيه والمسيحيه واليهوديه. طيب نبدا بالحاجات الصغيره، بعد كده نخش على الحاجات الكبيره. ايه يا مستر الحاجات الصغيره؟ اللي هي الديانات السماويه. حلو. آمن بها قليلا من العرب. طب ايه يا مستر بتتقسم لايه؟ بتتقسم لثلاث ديانات. حنيفيه اللي هي ايه؟ عباده الله وحده على دين سيدنا ابراهيم، عرفت في مكه وعرف اهلها التوحيد.
يعني الحنيفيه عرفت في مكه بس. حلو حلو. طيب اليهوديه يا مستر، دينة سيدنا موسى معروف، ظهرت في مناطق قليله خاصه في خيبر ويثرب وحمير في اليمن. سهله سهله. طيب بعد كده المسيحيه يا مستر، اللي هي النصرانيه، ديانه سيدنا عيسى عليه السلام، انتشرت بين العرب الشام من الغساسنه والحيره بالعراق، وفي اجزاء منها في اليمن. سهله سهله. يبقى المسيحيه دي انتشرت فين؟ فين تاني؟ غساسنه وحيره. ايه ده؟ يعني الغساسنه والحيره كانوا متفقين في حاجه؟ اقول لك اه، الديانه المسيحيه اللي هي الخصائص العقائديه اللي كانوا بيعبدوا دين واحد. هم كانوا مختلفين في ايه؟ اقول لك في الولاء السياسي. دوله منهم اللي هي الغساسنه كانت ولاءها السياسي للروم، والدوله التانيه اللي هي الحيره ولاءها السياسي للفرس. يعني هم كانوا بيتفقوا في حاجات وبيختلفوا في حاجات تانية. طيب خلصنا الديانات السماويه. بعد كده نخش على العبادات الوضعيه. يعني ايه اصلا العبادات الوضعيه؟ قال لك يا باشا عبادات دي وضعيه دي اللي هم عملوها، عبادات هم اللي مخترعينها. زي ايه؟ زي الاصنام والاوثان وحاجات تانية كتير، يعبد قمر، يعبد مش عارفه ايه. طب تعالى نقسمهم مع بعض. نبدا بالوثنيه اللي هي الاصنام والاوثان. الاصنام معروفه، بتجيب صنم لبني ادم مثلا وتعبده، بتجيب صنم لبقره وتعبدها. طب يا مستر هما الاصنام والاوثان واحد؟ اقول لك لا، الاصنام والاوثان مش واحد. طب ايه يا مستر الاوثان؟ اقول لك يا باشا كانوا بيعبدوا اي حاجه فيها مظاهر طبيعه، الشجر، البحر، صخره، اي حاجه على نطاق الطبيعه بتاعتنا على الارض كده كانوا بيعبدوها. دي الاوثان، حاجه هما ما اتدخلوش في صناعتها. حلو حلو. انما الاصنام هم اللي كانوا بيصنعوها. طب انتشرت فين يا باشا؟ انتشرت في بلاد العرب، واتخذت كل قبيله صنم يعبدونه. كل قبيله من القبائل اللي احنا اتكلمنا عليهم كان لهم الصنم بتاعهم اللي بيعبدوه. زي ايه؟ زي هبل واللات والعزى ومناه. حلو حلو. وأقاموا لهم المعابد وقدموا لهم القرابين. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا حاجه اسمها السابقه. يعني ايه السابقه؟ قال لك يا باشا الناس بدات تخرج عن نطاق الطبيعه وتعبد حاجات في السماء زي الكواكب والاقمار والنجوم. طب ده يدل على ايه يا مستر؟ ده يدل على براعتهم في علم الفلك. طب يا مستر يعني ايه براعتهم في علم الفلك؟ يعني ايه يعني لما يعبد قمر ولا يعبد نجم ولا يعبد ايه البراعه في كده؟ اقول لك يا باشا كون ان هم يعرفوهم اصلا ويحددوهم. ما هو النجوم مش نجم واحد، والكواكب مش كوكب واحد، والقمر مش قمر واحد، ده كل قبيله كانوا بيعبدوا نجم معين في السماء. فكونك تكون عارف كل واحد فيهم كده لوحده ده دليل انك برعت في علم الفلك. حلو حلو. طيب انتشرت فين؟ انتشرت في الرقة وحران في الشام وفي اليمن. طيب ايه تاني يا مستر عايز تعرفوني؟ اخر حاجه معانا في الديانات العبادات الوضعيه اللي هي المجوسيه، ويقصد بها عبادة النار. المجوسية دي انت بتعبد النار، وكان ليها الهين، اله للشر واله للخير. ده في ناس بتعبده وده في ناس بتعبده. طب عرفناهم منين يا مستر؟ انتشرت اكتر حاجه عرفناها فين يا مستر؟ الاول عرفناها في الحيره من الفرس. طب لما كنا عرفناه من الفرس يبقى اكتر دوله انتشرت فيها ايه؟ هي الحيره اللي جنبها. حلو. انتشرت في شرق شبه الجزيره العربيه نقلا على الفرس. شرق شبه الجزيره العربيه اللي هو فين؟ الشرق ده اللي هو فين يا باشا؟ الشرق اهو، الحيره اللي هي اصلا جنب الفرس. سهله سهله. طيب بعد كده بس عايز تعرفنا ايه؟ هقول لك يا باشا عايز اعرفك الحل الاقتصادي. احنا دلوقتي لما اتكلمنا قلنا ان شبه الجزيره العربيه دي كانت 3/4 صحراء وجزء صغير اللي كان فيه زراعه. طيب يا مستر المناطق اللي كان فيها الصحراء دي الناس اللي كان فيها ما كانتش بتشتغل يعني؟ قال لك لا، كانوا بيشتغلوا. بيعملوا بحرفه ايه يا مستر؟ بيعملوا بحرفه الراعي. كانوا بيرعوا غنم، ابقار، الجمال. كانوا بيمشوا بيهم كده، واللي اللي مثلا يذبح جمل ولا حاجه يبيع لحمته ويبيع الفرو بتاع الخروف بتاعه، يجيب الجلم بتاع الجاموسه يبيعه، وكان عايش على كده. طيب الراعي ده يا مستر انتشر فين؟ اقول لك يا باشا في معظم المناطق الصحراويه، ودي كانت الحرفه السائده في شبه الجزيره العربيه. اكتر حاجه الناس شغالين بيها كانت الراعي. طب والزراعه يا مستر؟ انتشرت في اماكن صغيره مثل الشام واليمن. طب ليه يا مستر؟ اقول لك عشان كان في تربه خصبه وفي مياه وفي ايه اهتمام بمشروعات الري. كانوا بيهتموا بالترع، كانوا بيعملوا ترع ومش عارفه ايه وادوات بقى للزراعه والكلام ده كله. ما هي مكان زراعي، مكان ينفع ان انا ازرع فيه اكيد هستغله. حلو حلو. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا الصناعه. الصناعه يا باشا ما كانتش كتير، اصل انت ما عندكش حاجه تصنعها. تصنع ايه؟ انت عندك 3/4 صح، هتصنع ايه؟ حلو حلو. طب هتعمل ايه يا مستر؟ قال لك والله يا باشا نروح استخرج المعادن من الصحراء واعمل بيها سيوف واعمل بيها رماح. اكتر حاجه كانوا بيصنعوها هي السيوف والرماح. طب عملوا حاجه تانية؟ عملوا اواني الفخار. ما هياكلوا فين؟ لازم يعملوا حاجات كده ايه يمشوا بقى دنيتهم، حاجات اساسيه. يعني اواني الفخار دي اساسيه،
وايه اللؤلؤ من الخليج العربي لصناعه الحلي وادوات الزينه. كانوا بيعملوا حلي وادوات الزينه اللي هي الغوايش والحاجات بتاعت البنات دي، كانوا بيصنعوها فين؟ في شمال شبه الجزيره، في شبه الجزيره العربيه. حلو حلو. بس اكتر حاجه كانت بتتعمل ايه؟ ما انت دلوقتي اواني الفخار دي حاجه اساسيه عندك، كده كده انت لازم تدور على اي حاجه عشان تعملها. حلو. الحليه والزينه برضو كانت حاجه اساسيه عند البنات من زمان قوي، مش من دلوقتي بس. طب اللي مش طبيعي انك تصنع سيوف ورماح. ما انت لما يكونش عندك اصلا صناعه وما بتصنعش حاجه وتهتم بصناعه السيوف والرماح، ده يدل على حاجه. يدل على ايه؟ يدل على كثره الحروب بين القبائل. ده يدل ان القبائل حرفيا كانت على طول بتقطع في بعضها. فصناعه او كثر صناعه السيوف والرماح في شبه الجزيره العربيه ده يدل على كثره الحروب وقتها. تمام تمام. عايز تعرفني ايه تاني يا مستر عن الحياه الاقتصاديه؟ عايز اعرفك اهم حاجه في الحياه الاقتصاديه وهي التجاره. طب عايز تعرفني ايه يا مستر عن التجاره؟ عايز اعرفك يا باشا ان شبه الجزيره العربيه دي، تعالى كده معاك شبه الجزيره العربيه تاني. تعالى كده بص على مكانها. طبعا الحته بتاعت الفرس والباقي الحته اللي هناك دي كلها اسيا، صح؟ صح كده؟ اسيا. حلو. دي ايه؟ دي افريقيا. وهنا ايه؟ عند الروم اوروبا. اوروبا. وايه اوروبا. حلو حلو. طيب انت دلوقتي لما تكون مكانك ده، اللي جاي من اسيا هيعدي عليك، اللي جاي من اسيا رايح مثلا افريقيا هيعدي عليك، واللي جاي من افريقيا رايح اسيا هيعدي عليك، واللي جاي من اسيا رايح اوروبا برضه هيعدي عليك، ونفس الكلام اللي جاي من افريقيا رايح اسيا برضه هيعدي عليك. حلو. طيب لما كل الناس دي كلها رايحه جايه عليك كده، مش هتدخلك فلوس؟ طبيعي هتدخلك فلوس، ما انت مش فاتحها سبيل. مش اللي رايح واللي جاي يخش عندك كده لا للوطن، لا. اي حد رايح واي حد جاي بتاخد منه فلوس، فبالتالي كانت بتدخل بايه؟ بتزود التجاره عندك، او التجاره هتكون مزدهره عندك. حلو حلو. فقال لك ان من اهم عناصر التجاره او اهم عنصر اللي خلى التجاره عندهم مزدهره او كويسه او شغاله هي الموقع الجغرافي لشبه الجزيره العربيه، عشان كان بتشرف على طرق القوافل اللي جايه من اسيا رايحه افريقيا، واللي جايه من افريقيا رايحه اسيا، واللي جايه من اسيا رايحه اوروبا، من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق. حلو حلو. عايز تعرفني ايه تاني؟ عايز اعرفك يا باشا ان في دولة او مملكة اللي هي مملكة ايه؟ مملكة اليمن. مملكة يا باشا مملكة اليمن. حلو. مملكة اليمن اللي هي دي. تمام تمام. اليمن دي كانت فين؟ كانت في جنوب شبه الجزيرة العربية، بتطل على ايه؟ بتطل على بحر. حلو حلو. طيب احنا خدنا ان الطريق البري اللي جاي من هنا برا واللي جاي من هنا برا بيعدي على شبه الجزيرة العربية. طب واللي عايز يمشي مثلا بسفن يعمل ايه؟ هيعدي على اليمن. اللي جاي من هنا بسفينة او بسفن هيعدي على اليمن، واللي جاي من هنا بسفينة برضه هيعدي على اليمن. فاليمن قال لك ان اليمن عملوا فيها اقوى اسطول بري وقتها، اسطول بحري وقتها. يعني ايه اسطول بحري؟ يعني كان عندهم سفن كتير. طب يا مستر كانوا بيستخدموا السفن ديت في ايه؟ اقول لك يا باشا اللي جاي من اسيا لو في قافله كذا سفينه جايين من اسيا، نقل بحري جايين من اسيا وعايزين يروحوا مثلا افريقيا، كانوا بيقفوا عند اليمن. الناس في اليمن كانوا بيوقفوه، اللي هو باشا رايحين فين؟ والله يا باشا احنا رايحين افريقيا. معاكم بضاعه عايزين نودوها افريقيا يعني؟ قالوا لهم اه. يقول لهم ماشي، نزلوا البضاعه هنا واحنا هنحملها على السفن بتاعتنا ونوديها لكم احنا افريقيا. ونفس الكلام اللي جاي من افريقيا كانوا بيعملوا نفس الحوار ده، واللي جاي من اوروبا رايح اسيا برضو كانوا بيعملوا نفس الحوار ده. حلو حلو. انت تعمل كده للول الوطن؟ لا طبعا مش تعمل كده ببلاش، هتاخد فلوس، فبالتالي التجاره عندك كانت بتزدهر. فقال لك يا باشا ان اليمن كان عندها اسطول تجاري ينقل البضائع القادمه اليها من موانئ الهند والصومال اللي هي اسيا وافريقيا، وكذلك برضو من موانئ الشام الى اوروبا. حلو حلو. اللي جاي بحري في اي حته كان بيعدي على اليمن. تمام تمام. بعد بقى عايز تعرفنا ايه تاني؟ عايز اعرفك يا باشا ان هم كانوا مهتمين بمظاهر العمارة عندهم، كانوا بيظبطين الشوارع. حلو. ما انت برضو عايز تبص على التجارة الداخلية، ما دي كلها تجارة خارجية. اليمن وموقع الجغرافي دي تجارة خارجية. طب والتجارة الداخلية بينك وبين بلاد بقى، بين الممالك وبعضها؟ اقول لك يا باشا كانوا هناك مظبطين الطرق، كان في طرق متظبطة، فبالتالي القوافل هتبقى عارفة هي رايحة فين وجاية منين. اهي الطرق كانت ممهدة ومعرفة العرف بدروبها بطرقها يعني بالشوارع بتاعتها. طب بص يا مستر دلوقتي احنا اتكلمنا عن المدن وعرفنا ان المدن كان فيها طرق ممهدة والعرب كانوا عارفين الشوارع بتاعتها ودروبها. طيب بالنسبة للصحراء اللي هي غالبية شبه الجزيرة العربية اصلا، اقول لك يا باشا كانوا برضه بالبضائع بتمر بالصحراء عادي، كانت بتمشي في الصحراء عادي. طب ازاي يا مستر؟ ده صحراء كبيرة واسعة ما فيهاش بيوت ولا فيها اي حاجة اعرفها. اقول لك يا باشا كان معاهم واحد اسمه دليل الصحراء،
دليل الصحراء دوت كان اشطر واحد ممكن تاخده معاك في الصحراء، بيبقى عارف كل حاجه عن الصحراء. حلو. طب يبقى عارف ازاي؟ اقول لك يا باشا، كان بيبص للكواكب والاقمار والنجوم، فكان بيعرف الطرق منين. والله العظيم انا عارف ان الحته الفلانيه عند القمر الفلاني، او عند اخر القمر، او عند اول القمر مع التلسكوب. حلو. حلو. ايه عايزين نروح الحته الفلانيه برضه، بيبص كده عند نجم معين ويعرف ان الحته دي عند النجم ده، فكان بيوديهم. فكانوا شاطرين في علم الايه؟ كانوا شاطرين في علم الفلك. علم الفلك. زي ما كان في صحراء كان في بر، كان في بحر، وكانوا بيعملوا نفس الحوار ده في البحر. تمام تمام. طيب بعد كده يا مستر عايز تعرفنا ايه؟ عايز اعرفك يا باشا قبل ما نخش على الحاجات التانية، عايز اعرفك ان العرب استخدموا العملات بينهم وبين بعضهم. عشان تبيع وتشتري لازم تستخدم العملات. حلو. ايه العملات اللي استخدمناها؟ قال لك الدنانير الذهبيه وخدناها من الرومان، والدراهم الفضيه وخدناها من ايه؟ من الدوله الفارسيه. طب احنا كنا بنستخدم عملات بس؟ اقول لك لا، كان في حاجه اسمها مقايضه. انت معاك حاجه وانا معايا حاجه. انت مثلا معاك تليفون وانا معايا ايا يكن لبس مثلا، عايز اخد التليفون بتاعك بديك اي مثلا حاجه معايا، مش فلوس، اي حاجه معايا، اي جهاز معايا بديهولك عشان اخد التليفون اللي معاك ده. مثلا ما كانش في تليفونات اصلا، بس انا بديك مثال. حلو. حلو. بعد كده مثلا عايز تعرفنا ايه؟ عايز اعرفك الحياه العلميه والفكريه كانت ماشيه ازاي. الحياه العلميه والفكريه كانت ماشيه ازاي؟ يعني ايه ماشيه ازاي؟ اقول لك يا باشا، كان الناس دي دماغهم في حته العلوم والعماره والهندسه كانت ماشيه ازاي. طب تعال. قال لك يا باشا، تمتع العرب بموروث علمي وفكري في العديد من المجالات. تمتع ايه؟ تمتع العرب بموروث علمي وفكري في العديد من المجالات. طب ايه يا مستر المجالات اللي عندي؟ قال لك علوم وادب وفنون وعماره. علوم وادب وفنون وعماره. حلو. نبدا بالادب. قال لك يا باشا العرب في اياميهم كانوا مشتهرين بجوده الخطابه عندهم. الخطابه اللي هم بيعرفوا يتكلموا، والادب عندهم بيعرفوا يقولوا شعر. طيب يا مستر الشعر ده كانوا بيقولوه فين؟ اقول لك فاكر الاسواق اللي احنا قلنا عليها في المدينه، في مكه، زي ذي العكاظ والمجاز والكلام، ذي المجاز والكلام ده. حلو. كانوا بيروحوا هناك، الناس بتبقى ماشيه مثلا هناك، مثلا الشاعر يبقى يقوم داخل السوق، يقوم جاي يلاقي صخره كبيره، يقوم جاي طالع على الصخره ديت واقف عليها ويبدا يقول الشعر بتاعه. انا بقى معدي وشفتك واقف بتقول الشعر، والله الشعر عجبني، قوم جاي مدي لك فلوس. فالاسواق ما كانتش بس اسواق تجاريه من بين اشتري فيها، لا، كانت اسواق ثقافيه. كان الشعراء بيروحوا هناك عشان يقولوا الشعر بتاعهم. تمام تمام. طيب عايز تعرفني ايه تاني يا مستر؟ عايز اعرفك ان اشهر الادباء كان اسمه النابغه الذبياني. ده اشهر ادباء العرب ساعتها يعني. بعد كده نخش على العلوم. ازدهرت بعض العلوم في بلاد العرب خاصه في الشمال، متاثره بحضارات الفرس والروم. متاثره بايه يا باشا؟ متاثره بحضارات الفرس والروم تاني. يعني احنا اتاثرنا بيهم برضو تاني، من الروم والفرس، في حته العلوم بتاعتنا، اتعلمنا منهم العلوم دي كلها. اقول لك اه، اتاثرنا بيهم. ده بسبب ايه؟ بسبب موقعنا الجغرافي اللي هو كان قريبين من بعض. تمام تمام. ايه العلوم اللي عندي يا مستر؟ قال لك اول حاجه الطب. كانوا بيعالجوا بالاعشاب. ما كانوش يعرفوا حاجه في الطب غير ان هم العلاج بالاعشاب، وكان بيجيب نتيجه. تمام تمام. عرف عرفوا التداوي من الامراض بالاعشاب الطبيعيه. ومن اشهر الاطباء مين؟ الحارث بن كنده الثقفي. الراجل ده كان يعني كانت نابغه في مجاله، كان رقم واحد هناك، كان الناس كلها بتروح له، وكان شاطر جدا. بيروح له مثلا، انت مثلا انا تعبان في كذا يا دكتور، بيديك العشب المعين اللي ينفع، الاعشاب اللي زي اليانسون والحاجات دي يعني. تمام تمام. طيب بعد الطب ايه يا مستر؟ قال لك يا باشا الفلك، حيث عرفوا مواقع النجوم والكواكب. طب لما برعنا في علم الفلك، بدأنا نعبدهم في السابقة. حلو. لما برعنا في علم الفلك عملنا ايه تاني؟ بدأنا نهتدي بيهم في البر والبحر في الوقت بتاع التجارة. تمام تمام. يعني الفلك ساعدنا في حاجات كتير. علم الأنواع. علم الأنواع دوت عامل شبه ايه؟ شبه النشرة كده الجوية، بيبقوا عارفين الأمطار هتنزل امتى وهتقف امتى. طب دلوقتي أنا يا مستر لما أكون عارف الأمطار دي هتنزل امتى وهتقف امتى، ده هيساعدني في ايه؟ في زراعة مثلا، ولا في صناعة، ولا في تجارة؟ اقول لك ده هيساعدني في الزراعة طبعا. في الزراعة. ده هيساعدني في الايه؟ في الزراعة. ابقى عارف الامطار هتنزل في الوقت الفلاني، فابدا اجهز نفسي بقى، واقوم جاي حاطط البذور كده في الارض وبتاع، مستني الامطار تنزل. هيساعدني في الزراعة. طيب اخر علم معانا هو علم الهندسة. استخدموا الهندسة في بناء السدود، مثل سد ايه؟ سد مارب. وشق الطرق في الجبال لربط القرى والمدن ببعضها. حلو حلو. بعد كده نخش على ثالث حاجة معانا، بعد ما اتكلمنا عن الأدب وعن العلوم، نخش على الفنون والعمارة. تنوعت الفنون والعمارة عند العرب، ومنها فن النحت،
قال لك برع العرب في فن النحت متأثرين بالحضارات المجاورة. حضارات مجاورة اللي زي ايه يالا؟ زي الفرس وايه يالا؟ قول معايا، والروم. جدع، زي الفرس والروم. الله ينور عليك. حلو حلو. وكان اشهرها مدينة الحجر بدولة الانباط اللي كانت في الشام، كانت تبع مدن الشام. حلو. وهي ديار ثمود قوم النبي صالح صلى الله عليه ايه وسلم. قال لك الناس دي ما كانتش بتجيب مثلا طوب وقش وخشب ويبنوا بيت، لا 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 لا، ده كانوا بيروحوا عند اي جبل، اي هضبه، اي تل ثابت في الارض وبيحفروا فيه عشان يعملوا لنفسهم بيت فيه. ما كانوش بيبنوا البيوت بتاعتهم بخشب بقى وطوب والكلام ده زينا، لا لا لا، كانوا بيروحوا ينحتونا في البيوت من الجبال. بيروحوا الجبل وينحتوا في البيت بتاعهم، ده دليل على القوه بتاعتهم. تمام تمام. طب تاني حاجه معانا ايه؟ قال لك القلاع والحصون كانت تبنى حول المدن لحمايتها. مدن زي ايه؟ خد بالك، مدن مش ممالك. مدن زي ايه؟ زي مكه ويثرب. طب اهم القلاع ايه؟ قلعه القسطل في دوله الغساسنه. القسطل فين؟ في الغساسنه. تمام تمام. طيب كان عندنا برضو أديرة ومعابد مثل دير هند بنت النعمان في الحيرة، وكنيسة الرصافة في الغساسنة. حلو حلو. ومعبد الشمس في اليمن. يبقى تاني كان عندنا أديرة كتير زي دير هند بنت النعمان في الحيرة، وكان عندنا كنايس مثل ايه؟ الرصافة في الغساسنة، وكان عندنا معابد مثل معبد الشمس في اليمن. طيب القصور يا مستر، كانت تبنى القصور للملوك والأمراء بس. الملوك والامراء بس اللي كانوا بيعيشوا في قصور. طيب زي ايه؟ قال لك زي قصر قمطان بصنعاء. صنعاء دي اللي هي في نياض في اليمن. الله ينور عليك. وقصر الخوارنك بالحيره، وقصر المشتى بالغساسين. سهله الحته دي، سهله بس تحفظها. تحفظ القصر ده كان فين بالظبط، اسم القصر والحته اللي كانت فيه فين او كان موجود فين. نفس الكلام على الاديره ونفس الكلام على القلاع. تحفظهم عشان يلعب لك عليهم في الاجابات في الامتحان. تمام تمام. طيب بعد كده عايز تعرفني ايه؟ عايزين نخش على اخر حاجه معانا، وهي الحياه الايه؟ الاجتماعيه. طب يا مستر الحياه الاجتماعيه كانت ماشيه عندهم ازاي؟ قال لك طبقات زي ما احنا عارفين، كل مجتمع فيه الطبقات بتاعته. طيب الطبقات في المجتمع دوت يا مستر كانت ايه؟ كانت 3 طبقات: طبقه عليا، وطبقه وسطى، وطبقه دنيا. حلو حلو. ايه الطبقه العليا كان فيها مين؟ قال لك كان فيها الاغنياء من التجار واصحاب الارض الزراعيه الكبيره. خلي بالك وفرق، كان فيها الاغنياء من التجار واصحاب الارض الزراعيه الكبيره والمراعي الواسعه. طيب الطبقه الوسطى كان فيها مين يا مستر؟ كان فيها صغار التجار واصحاب الزراعه الايه؟ اصحاب الارض الزراعيه المحدوده. يعني الاتنين شبه بعض، بس دول عندهم حاجات اكتر من دول، بس الاتنين اشتركوا في الحاجات دي. يعني في اللي هم كان فيهم تجار وكان فيهم برضو اصحاب ايه؟ اراضي زراعيه. حلو حلو. اخر طبقه معانا كانت الطبقه الايه؟ الطبقه الدنيا، اللي هي الفقراء والموالي. الموالي دمت ناس زي العبيد بالظبط. حلو. الموالي هم العبيد، بس الموالي كانت ناس بيضة وبتشتغل في شغلانات ارقى شويه من العبيد. العبيد عارفين ان هم عبد، ما جاي من اسمه كده عبد، يجر مش عارفه حاجه، يكسر مش عارفه حاجه، يشتغل مش عارفه فين، حاجات كلها ايه؟ شغلانات مذله ومهينه بمعنى اصح. تمام. طب الموالي دمت كانوا نفس الحاجات اللي بيعملها العبيد بس في شغلانات ارقى شويه، يشتغل عند الملك في القصر مثلا ولا حاجه. تمام تمام. ايه تاني عايز تعرفوا لنا يا مستر؟ عايزين نعرف العادات والتقاليد بتاعتهم كانت ماشيه ازاي. يعني الناس دي كانت بتعمل ايه؟ الحاجات الحلوه اللي كانت بتعملها والحاجات الوحشه اللي كانت بتعملها. بس الحاجات الوحشه تفوقت شويه عن الحاجات الحلوه دي من وجهه نظري انا. قال لك يا مستر الحاجات الوحشه اللي كانت عندهم ايه يعني؟ اقول لك يا باشا الناس دي كانت بتؤمن بالسحر والتنجيم وكترة الجن على قلب الخير وابعاد الشر. لا لا لا، الكلام ده موجود من زمان بقى. اقول لك موجود من زمان. طب يا مستر قسمهم لي بعد اذنك، قسمهم لي ايه الحاجات الايجابيه والحاجات الوحشه اللي كانوا بيعملوها، الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه. اقول لك تعالى معايا. الحاجات الحلوه اللي كانت عندهم اللي هي الكرم والوفاء والشجاعه والعفو ورفض الذل. يعني ايه رفض الذل؟ يقول لك يا باشا البني ادم العربي عندهم اللي جنسه عربي هناك ما كانش بيرضى يشتغل عند حد لو هيموت من الجوع. لو انا هموت من الجوع بس ما اشتغلش عند حد يهني ويعمل لي زي ما بيشوف عند العبيد كده. حلو. طب ايه الحاجات الوحشه يا مستر؟ قال لك شرب الخمر ولعب الميسر والاغار على القوافل. حلو. والعصبيه القبليه والاخذ بالثأر ووأد البنات. وقت البنات دوت يا باشا كان في دماغهم ان البنت بتيجي بفقر، جايه فقر. حلو. الولد بيجي بالخير بتاعه، البنت دي هتجيب لي العار. فكان اول ما تنزل من بطن امها كان بيروح يدفنها في الصحراء. ده اسمه وأد البنات. طيب احنا كده خلصنا حصتنا. حلو. بس ما ينفعش نختم من قبل ما ايه، ما يعني استاذه رضوى الشربيني تتدخل وتحط لنا يعني يعتبر او بيقولوا ان هي اهم حاجه في الدرس، دور المراه العربيه في المجتمع الاسلامي او المجتمع العربي قبل ظهور الاسلام. لازم ناخدها.
لازم نعرف ايه لازمته. كان لهم لازمه يا مستر؟ اقول لك كان لهم 3 اهميات يا سيدي. اول واحده اجتماعيه، وتاني واحده اقتصاديه، وتالت واحده سياسيه. طب الاجتماعيه كانت ايه؟ اقول لك والله يا باشا كانت بتقعد قدام البيت كده ماسكه الصوف والغزل وبتاع، وبتعمل لبس لعيالها وجوزها والكلام ده كله. حلو. طب كانت بتعمل ايه تاني يا مستر؟ كانت يا باشا وهي قاعده قدام البيت برضه بتعمل نفس الصوف والغزل وبتعمل نفس اللبس، بتلمح في قبيله تانية جايه من بعيد كده. يعني في قبيله تانية جايه من بعيد عليهم، احنا عارفين ان كان في صراع بين القبائل. فكانت بتعمل ايه؟ كانت بتقوم جايه ماسكه طبله ومطبله عليها بايقاع معين كده. مثلا كان في نغمه معينه، فالراجل يعني قاعد جوه هو وعياله واخوه وعمه ودنيته كلها قاعدين جوه بيشربوا الشاي بيتفرجوا على مسلسل حلو، يسمعوا الطبله دي، يعرفوا ان في حرب، شد يلا السيف يلا ويطلعوا يحاربوا. رحنا حاربنا القبيله نرجع متعورين. كان تالت حاجه بتعملها هي كانت بتداوي الجرح. جوزها راجع متعور، ابنها راجع متعور، كانت بتداويه، بتلف له شويه شاش بتاع الكلام ده كله يعني. طيب دي الاهميه الاجتماعيه. الاهميه الاقتصاديه ايه؟ هقول لك يا باشا عندنا السيده خديجه التي مارست التجاره. مارست ايه؟ التجارة. دي الأهمية الاقتصادية. طب يا مستر الأهمية السياسية كانت ايه؟ هقول لك يا باشا كان عندنا ممالكتين، زنوبيا ملكة تدمر، وبلقيس ملكة سبأ. الاتنين كان لهم دور سياسي طبعا، ما هي ملك يبقى أكيد لها دور سياسي. حلو. بس وبين كده نكون خلصنا حصتنا. يا رب بقى نحل الواجب. لو في أي حاجة وقفت معاكم تعرفوني بيها، تبعتوها لي. أرقام الواتس هسيبها لكم في الفيديو تحت في الوصف بتاع الفيديو. اي حاجه وقفت معاكم في الحصه او في الشرح بتاع الحصه او اي حاجه وقفت معاكم في الواجب يا ريت تبعتوها لي. بس اهم حاجه عايزك تعرفها وانت بتحل الواجب بتاعك يا باشا، تحلل السؤال. السؤال عامه بالاجابات، يعني السؤال مثلا عامه كده بالاجابات. في الاول سؤال معانا مثلا اهو. حلو. السؤال بالاجابات اهم حاجه فيه كله انك تحلل السؤال وتفهم السؤال ده عايز مني ايه. تفهم السؤال عايز مني ايه يا باشا. اهم حاجه تحلل السؤال وتعرف هو السؤال عايز مني ايه. هنحل مثلا مع بعض اول 10 اسئله دلوقتي. قبل ما احلهم معاك وقف الفيديو وحلهم. تمام. انا قبل ما احل الفيديوهات دي معاك دلوقتي هتوقف لي الفيديو وتحلهم، وقبل ما تحل تفسر السؤال، تفصصه حته حته، تقرا كلمه كلمه وتعرف هو عايز منك ايه بالسؤال ده. بعد كده تبدا تبص على الاجابات وتربطها بالسؤال. تمام. انا بعدت اهو. يلا وقف الفيديو وحل. وقفت الفيديو يا باشا ورجعت عشان الحل. يلا بينا نبدا نحل. اول سؤال معانا بيقول لك مثلت اكثر الممالك العربيه اسهاما في تغيير التركيب الديموغرافي لشمال شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام. مملكه ايه؟ ايه المملكه اللي غيرت التركيب الديموغرافي لممالك شبه الجزيره العربيه؟ التركيب الديموغرافي يعني التركيب السكاني. حلو. ايه المملكه دي؟ مملكه سبأ طبعا. مش احنا عارفين ان سبأ اتهدي فيها السد اللي كان موجود فيها اللي هو سد مأرب، والناس بدأت تهاجر منها لأماكن متفرقة في شبه الجزيرة العربية. تمام. طيب السؤال التاني معانا، تشابهت مكة المكرمة ويثرب قبل الإسلام في إيه؟ مكة ويثرب تشابهوا في إيه مع بعض؟ الموقع الجغرافي، ولا قيام النشاط الزراعي، ولا المكانة الدينية المتميزة، ولا استقرار قبائل غير عربية؟ طب النشاط الزراعي دي كانت فين يا مستر؟ كانت في يثرب بس، يبقى غلط. المكانة الدينية كانت فين؟ كانت في مكة بس، يبقى غلط. استقرار قبائل غير عربية دي كانت في يثرب بس، اللي هي الأوس والخزرج. غلط. يبقى ايه أهمية الموقع الجغرافي؟ الاتنين قلنا ان الاتنين كانوا بيشرفوا على طريق القوافل اللي جاية من الشرق والغرب. حلو. طيب 3. اتسمت العلاقة بين مملكة الغساسنة ومملكة الحرة قبل الإسلام بإيه؟ التحالف والترابط؟ لا والله. دي كانت مع حتة ودي كانت مع حتة تانية. وأنا دلوقتي لما أبقى مع الروم وأنا التانية مع الفرس، والروم والفرس أصلا كانوا بيقطعوا في بعض، هنقف مع بعض؟ لا طبعا. يبقى التحالف والترابط دي غلط. التكامل الاقتصادي ما خدناهاش أصلا ولا نسمع عنها. صراع ديني؟ لا برضه. ده الاتنين كانوا بينتشر فيهم الديانة المسيحية. طيب يبقى الأعداء والصدام، الاتنين كانوا بيقطعوا في بعض بسبب إن دي مع الفرس ودي مع الروم. 4. أكد حلف الفضول الذي أقامته قبائل مكة قبل الإسلام على إظهار قيمة إيه؟ مش إحنا في حلف الفضول دوما قلنا اللي إحنا هنجتمع مع بعض مع المظلوم ضد الظالم وهننشر العدل بيننا؟ طب تعالى نقرا الإجابات. أمانة؟ والله تعالى نقرا بقية الإجابات. تسامح ديني؟ تعالى برضو نقرا بقية الإجابات. تعاون ولا المساواة؟ ده إحنا قلنا هنتعاون مع بعضنا مع المظلوم ضد الظالم، هي التعاون. ولا ذكرنا تسامح ديني ولا ذكرنا أمانة ولا ذكرنا مساواة. تمام. ظهر مبدأ تفويض السلطة. مش احنا قلنا ان كان في تفويض او اذن من الملك او الملك سامح لمين؟ اللي هم يحكموا الاقاليم باسمهم، حكام الاقاليم. سهل. طيب مثلت الخصائص العقائدية عامل مشترك بين كل من خصائص عقائدية
اللي هي الدين يا جماعة، الدين، الدين. طيب اف دول اللي كانوا ماشيين على نفس الدين او كانوا بيعبدوا نفس الدين او بيؤمنوا بنفس الدين، حلو غساسنة؟ اه والله ده كانوا الاتنين نفس الدين اللي هو المسيحية. غساسنة ومكة لا طبعا، مكة كان فيها الأصنام وكان فيها الحنيفية، إنما غساسنة كان فيها إيه؟ كان فيها مسيحية بس. مكة وحمير لا برضه. يثرب والحيرة لا برضه. يبقى الحيرة والغساسنة الاتنين كانوا بيعبدوا الدين الإسلامي. تمام تمام. سابع سؤال معانا، انتشرت حرفة الراعي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام لأسباب إيه؟ طبعا مناخية. مش كان صحراء؟ صحراء دي يعني مناخية، فعشان كده كان بينتشر الرعي بنسبة كبيرة. تمام. لعبت الأسواق عند العرب قبل الإسلام. الأسواق دي مش احنا ذكرنا الأسواق مرتين؟ مرة في مكة لما كانت أسواق تجارية أو كان لها أهمية اقتصادية، ومرة تانية لما قلنا إن الأسواق دي في الأدب كان لها أهمية ثقافية. الناس كانت بتروح الأسواق أو الشعراء كانوا بيروحوا الأسواق يقولوا الشعر بتاعهم، يبقى كده لها أهميتين، ثقافية وإيه واقتصادية. انت تعالى طلع من الإجابات، سياسية واقتصادية غلط، صح، اقتصاديا وثقافيا. 9. تعددت الأعمال الهندسية عند العرب قبل الإسلام، ومن أقدمها التي ظهرت فين؟ أعمال هندسية. احنا ما ذكرناش غير عمل هندسي واحد. أو تعالى نبص في الإجابات كده، ذكرنا هنا عمل هندسي؟ لا والله ما ذكرناش. الحيرة ذكرنا فيها حاجة؟ لا والله. الأنباط؟ لا والله. اليمن. يا مستر احنا قلنا في سبق مش في اليمن يا حبيبي، ما سبق تبع اليمن، سبق ومعين وحمير تبع اليمن، بس خاصة سبق لأن سبق اللي كان فيها السد. طيب. 10. عرف العرب بناء القصور في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام في المناطق إيه؟ تعالى كده نبص مع بعض. قصور، هو بيتكلم هنا عن القصور. طب تعالى نرجع نبص على القصور كده. تعالى نبص على القصور دي كانت موجودة فين؟ أهي القصور أهي. القصور أهي. أهي. كانت فين؟ كانت في صنعاء اللي هي في اليمن. اليمن دي كانت في الجنوب. اليمن دي كانت في الجنوب، مش مهم. اليمن دي كانت في الجنوب. والخوارنك كان فين؟ كان في الحيرة اللي هي في الشمال. والغسانة دي اللي كانت فين؟ في الشمال. يبقى جنوب وشمال. تعالى بقى نبص على الإجابات. جنوب وشمال. فين بقى الجنوب والشمال؟ جنوبية وغربية لا، غربية وشرقية لا، شمالية وجنوبية هي دي الإجابة. وبكده نكون خلصنا حصتنا. يا ريت بقية الواجب تكونوا تحلوه وتعرفوني اللي واقف معاكم فيه، وبإذن الله الحصة الجاية هنحله مع بعض. السلام عليكم.